انا بقول الحمد لله نادي الزمالك بيأكد ان هو بيكسب او بيأدي بعرق جبينه. بيأكد ان هو بيأدي وبيمتع الناس وبنلعب كوره على امل البطوله. ولكن كنت اتمنى ان القاعده بتاعت الاتحاد الدولي اللي هي فيها الفير بلاي كان ممكن في 2 لعيبه واعيين. دي اللي انا المباراه كانت ماشيه عادي جدا، الحمد لله انا كنت سعيد جدا بلعيبتي. لكن لحد ما جه اللحظه الجون الثاني التعادل، قبليها في ابراهيم صلاح واقع من بدري. ثاني حاجه ادم عاشور واقع قدام الجهاز، وعند الكوره اللي بدات منها الهجمه، الكوره كانت كوره خارج الملعب، كان اوت. وكنت اتمنى المدير الفني المحترف الاجنبي كان ان هو الكره يبقى فيه علاج. كنت اتمنى من لعيبه النادي الاهلي اللي هم يدوا مثل، وخاصه ان هم لعيبه دوليين، ان هم كانوا في 2 لعيبه واعيين المفروض كان يطلع الكوره. كنت اتمنى ان الحكم يطبق مرونه القانون، ان يكون في 2 لعيبه واعيين. المفروض ان كان ممكن يكون في لعيب عنده سكته قلبيه. ما الفيفا بتقول ان نحاول ان انت بقدر الامكان تحافظ على ارواح سلامه اللاعبين. فهي دي اللي عكرت الماتش، مش الجون. ما يجيبوا عادي جدا، ما يتعادلوا، ما عادي يتعادلوا. بس القضيه كلها، انا على فكره انا ما اتكلمتش في ناحيه فنيه زي ما كابتن ليتر كنت المفروض ان انا اقول، لكن انا بقول اللي حوالين المباراه. طبعا في غالبيه اعلام النادي الاهلي قوي، وانا بعترف بكده. في ناس مش هتعترف بالحته دي، لكن انا بقول ان انا بهني لعيبتي جدا. والحاجه الوحيده السيئه في المباراه الموقف اللي اتعمل من الجون الثاني. لكن غير كده انا ما اقدرش اقول هارد، يعني بقول مبروك لفرقته وجماهير نادي الزمالك على الاداء، لكن مش هقول هارد لك للنادي الاهلي لان هم ما اشتغلوش في الفير بلاي. وانا ما اقدرش ان انا اسلم على حد ما عندوش فير بلاي. بس طبعا اتعامل بمعامله برضو سيئه من اللعيبه بتاعه النادي الاهلي، ان هم حاولوا بدل ما يشوفوا سلامته ان هو حاولوا يقوموه بالعافيه. شيكابالا لما وقع عشان الاصابه بتاعته، عشان وجهزت التغيير بتاعه، طبيعي جدا ان الحكم المفروض ما فيش حد يجي جنب اللاعب، لان الحكم هو اللي بيقرر. فانا مش عايز ابعد عن السؤال، لكن شيكابالا طلع مصاب، جعفر طلع مصاب، وفي نفس الوقت ما حصلش انكماش. احنا فرصنا اكتر وانت كسبان وبتلعب مع مباراه كبيره، بتلعب نص ملعب في حاله الكره مش معاك، وبتلعب على الهجمه المرتده، وجات لنا فرص بالطريقه دي وفرصنا اكتر. واحنا ب 2-1 كنا ممكن نكسب 3 و4، ولكن لسه في عوامل كتير مش في صالحنا، عوامل كتير جدا خارج الكوره مش في صالحنا. زي كابتن استاذ منتصر، انا بقول كلام وخلاص، يعني انا بعنيه وانتوا عارفين الكلام. احمد سمير وكل الناس اللي كانت بره لعيبه كانت ممكن تبقى موجوده وتقدم نفس اداء اللعيبه اللي موجوده اللي لعبت، لكن كل مباراه ليها ظروفها، واحمد سمير عارف كل اللعيبه. انا كنت اتمنى ان انت على التشكيل اللي اشتغلنا بيه والتغييرات كويسه ولا وحشه. بس هل هي خلتني ان انا راكب طول المباراه، راكب زي ما بقول في الكوره، راكب المباراه كلها ولا لا؟ فرصنا اخطر ولا لا؟ الخبرات الصغيره اللي موجوده عندي باقل الامكانيات الماديه واقل امكانيات اللاعبين، واللاعبين ما خدوش ولا بطوله محليه ولا دوليه غير محليه غير عبد واحد، دوليه ما فيش غير عبد واحد وفتح الله في المنتخب، ومع ذلك المستقبل لنادي الزمالك. شكرا. اتفضل. سيد متولي، قناه الحياه، كابتن حسام سوري كابتن حسام. يمكن النادي الاهلي مستر مانويل جوزيه يعني اعتقد ان هو فاجئ الجميع في تشكيل. يمكن سيد سؤال لحضرتك مباشر لو سمحت. مباشر على طول. عايز اعرف كابتن حسام، كنت متوقع التشكيله الغريبه اللي بدات بيها النادي الاهلي، وبعدين شفناك في تغييراتك كانك يعني بالظبط بتلعب معاه شطرنج، يعني هو بيعمل تغيير انت بتعمل تغيير. عايز اعرف ردك على هذا السؤال. انا يعني زي ما قلت انا راضي جدا على شغلي كمدرب في بدايه المباراه واثناء المباراه ونهايه، لان انا ما تعادلتش ما خسرتش في نفس الوقت. ما تعادل انا النتيجه كانت في صالحي، الهدف جه بطريقه غير رياضيه، فبالتالي انتوا تقيموا اذا كان
لو ادائي انا الافضل والنتيجه كانت في صالح، ممكن جمهورنا راضي والنقاد اللي هم اللي معانا ولا مش معانا حاسين ان احنا مين اللي حقق بالمباراه، هي ده التقييم من عندك. ولكن انا بقول اني اتفاجئت. انا ما ينفعش اتكلم على مدرب تاني، بس انا بكلمك. انا اتفاجئت يعني اتفاجئت بالهيصه اللي حصلت في الملعب دي بدايه المباراه. فكانت حسيت ان انا كنت مبسوط وسعيد باللي حصل، وسعيد بالتغييرات اللي كانت موجوده من الطرف الثاني، كلها كانت في صالحي. في وجهه نظري كانت في صالحي. بدايه التشكيل في صالحي. هتقول لي استغليت. وانا بقول لك انا اتفاجئت بالعشوائيه، يعني بالعشوائيه اللي كانت بدايه المباراه. حازم كان بيأدي على فترات لو انا ما كنتش زودت نص الملعب لعيب عنده طابع دفاعي اكتر، لعيب كوره زي هاني، كنت انت لو رجعت فكرت ليه وما طلعتش وما حطيتش ان هو يؤدي الواجب الدفاعي. انت كنت نفسك هتسالني السؤال ده. Você vai perguntar isso à pergunta. Que ele vive aqui, ele já sabe como a situação do jogador egípcio. Caso que perdeu, que fala que a de troca que é errada, ele não sabe nada. Caso que atrasou de troca. ان كان في واحد مجبوح وبينزل اي حاجه، يعني بينزل قدره هجوميه زياده. فكان كان بالتالي انا مجهز وعارف بيفكر فيه وعارف التشكيل هيبقى فيه اللي بتاع الطرف الاخر، ومجهز هاني من قبل الشوط الاولاني ما يخلص لو انتوا شفتوه. فبالتالي التغيير كان هايل. والدليل ان انا كنت متسيد المباراه. نص الملعب بتاعنا بعد الفتره بعد الوقت في اول 3-4 دقائق، لما قبل ما هاني يعني بعد ما هاني نزل ب3 دقائق الدنيا كانت لسه ما خدوش على الشكل الموجود في الملعب. النادي الاهلي لعب 3-4 دقائق. بعد كده التنظيم بتاعنا اشتغل، هاني ادى بصوره كبيره. نص الملعب بتاعنا اشتغل. احمد توفيق نزل لعيب صغير لعب مع سعيود. حسيت ان انا الملعب بالنسبه لي بقى افضل. حسيت ان الهجمات بتاعتنا مرتده اسرع، خاصه ان جعفر وبعديه وشيكابالا وبعديهم عدايه وحسين عندهم في خطوره اتعملت واختراق من ابراهيم صلاح. فبالتالي كنت ماشي سليم جدا جدا. فبالتالي انا راضي عن التغييرات بتاعتي. وفي نفس الوقت في كل مباراه يعني انا ماليش دعوه بالحكام او بالنتائج، صدقوني انا راضي عن فرقتي. لكن في كل مباراه في حاجات عوامل بتعوق الفريق، في يعني حتى لو انت بتبقى في ضربه جزاء، في ضربتين جزاء. النهارده كانت ممكن في ضربه جزاء بتاع حسين ياسر، كان ممكن وهجيب ثالث وحافظ. بس انا اللي انا سعيد بيه بفرقتي فرصنا اكتر، نستحق الفوز. واتمنى اللي عنده ضمير وما عندوش ضمير يقول الحقيقه، احنا نستحق الفوز. لكن التعادل بالنسبه لي انا حزين عليه، لكن راضي عن فرقتي كاداء وراضي عن جمهور الزمالك. ان جمهور الزمالك راضي، لكن حزين كان نفسه يكسب، لكن هم راضيين وانا راضي على اداء لعيبتي. 2 لعيبه النادي الاهلي ما كانش هيتعادل معانا غير لما كنا ناقصين 2 لعيبه، الاثنين لعيبه اللي كانوا واقفين في الملعب. زائد من حق الحكم ان هو يوقف اللعبه وما وقفش اللعب، لكن في روح قانون. لكن مش من حق، ومن حق لعيبه مصر المصريين مع بعض اللي بيدوا مثل ان لعيبه النادي الزمالك والاهلي اذا في راوا ان في خطوره على حد من زمايلهم، ده اللي انا كنت بطلبه من كابتن محمد بركات او الكباتن اللي موجودين. محمد بركات ما كانش موجود في الملعب، لكن الكباتن اللي كانوا موجودين في الملعب كنت اتمنى ان هم يعني، وخاصه ان ادهم ما كانش بيمثل وكمل المباراه بيعرج. وريم صلاح بقى له بالظبط 3-4 دقائق قاعد قدام. زائد لحد دلوقتي لعيبتي ما اتعلمتش خبره ان هم بيضيعوا وقت ولا يقعوا في اصابات، يعني بعكس اللعيبه الخبرات اللي موجوده في مصر بيعرفوا يقعوا كويس قوي، يعرفوا ياخدوا ضربات جزاء كويس قوي. لكن انا لعيبتي لسه ما اتعلمتش الحاجات دي. لكن انا بالنسبه للسؤال بتاعك بنسبه 100% لينا و100% ليهم. شكرا يا جماعه، شاكرين جدا على الدوري هم واخدينه كابتن حسام حسن. لحظه